أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا مع دكتورة هبة. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. انت بتعملي ايه؟ ماما حضرتك بتعملي ايه؟ يا اختي هو انت بتبصي لي كده ليه يا بنتي؟ عملت ايه انا عاملة كوباية القهوة وهقعد اشربها يا بنتي. لسه صاحية من النوم يا دوبك مفتحة عيني، قلت اقعد اشرب كوباية القهوة عشان اقوم احضر الفطار. شوف هنفطر ايه عبال ما تصحي من النوم. بتبصي لي كده ليه يا بنتي وانا كنت عملت ايه؟ لا يا حبيبتي، انت عملتي كتير، عملتي اكبر غلطه ان انت صحيتي من النوم شربتي كوبايه قهوه على طول، ودي بتزود الكورتيزول. غلط عليكي، والكورتيزول يزود نسبه مقاومه الانسولين ويفجر السكر. طب وعلى ايه يا حبيبتي؟ نفطر الاول بعدين نشرب القهوه. يلا حبيبتي حضري الفطار عبال ما اجهز. ماشي يا حبيبتي ما تزعليش، هعمل الصح اللي انت بتقولي عليه. هشيل الكوبايه اهو وهحضر الفطار. افطري معايا. انا هعمل كرواسون وفطير نفطروا، يا ده يا ده اللي يعجبك افطري منه عادي. هسخنه بسرعه اهو على ما تخلصي. انت لسه بتبصي لي ليه يا بنتي؟ وانت كل ما اعمل حاجه تبصي لي؟ يا بنتي عملتي ايه غلط تاني؟ قلتي لي افطري قبل القهوه، بفطر اهو. يا حبيبتي ما هو برضه غلط. يا حبيبتي ما هو برضه غلط، ما ينفعش نفطر كرواسون ولا فطير ولا نشويات ولا حاجات مصنعه. يا حبيبتي غلط. احنا هنفطر عيش اسمر عادي جدا يا ماما. اعملي عيش اسمر عادي جدا، نص رغيف او ربع رغيف على حسب نظامك اللي احنا عاملينه مع بعض. هتفطري بيه عادي جدا، ما فيش اي مشكله، وهتاكلي معاه بروتين. ابدأي يومك بالبروتين يا امي. بيضه، جبنه قريش، زبادي يوناني لو عندك او زبادي عاديه يا ماما، اي حاجه افطري بالبروتين. يا حبيبتي ابدأي بالبروتين، ما تبدأيش بالقهوه. ماشي يا حبيبتي حضري الفطار وانا خلاص انا جاهزه، هنفطر مع بعض. قالت افطري فطرنا. قالت اعملي القهوه بعد الفطار بربع ساعه، ادينا شربناها. نتكلم شويه بقى مع اختي ولا مع حد؟ ايه في ايه؟ بكلم خالتك في ايه؟ برضه اقفلي يا بنتي، دي برضه بتبصي لي. وانا كل ما اعمل حاجه يا اختي تبصي لي؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ فطار وفطرت بروتين واكلت والقهوه بعد الفطار بربع ساعه وعملت. اعمل ايه تاني؟ سيبيني اتكلم مع خالتك الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم يا بنتي. خليني قاعده، ما انا هقعد كده لحد ما اعمل الغدا، لحد ميعاد الغدا ما يجي. عايزه مني حاجه تاني اعملها قولي لي. يا بنتي معلش بتتكلم في حاجه، انت بتبصي كده ليه يا بنتي؟ بتشوفي مصلحتك، ما تنزلي تشوفي مصلحتك. انت مش لابسه وجاهزه وفطرتي وخلصتي قلتي انزل اشوف مصلحتي؟ تتكلي على الله يا بنتي، روحي شغل، شوفي عيادتك ولا شوفي شغلك. انت بتبصي لي ليه؟ اقفلي يا بنتي هرجع لك تاني. اه يا ماما عملتي، وعملتي كتير قوي. عملتي ان حضرتك اكلتي وقعدتي، وانا قايله قبل كده العادات قبل النظام. غيري عاداتك يا امي. بعد الفطار اتمشي ربع ساعه في الشقه او 10 دقائق يا ستي، 7 دقائق. المهم تكملي حتى لو 7 8 دقائق تمشيهم في البيت. وحضرتك بقالك ساعه واقفه بتعملي الاكل وبتعملي كل حاجه، لازم حضرتك تتمشي شويه كمان. ادي نفسك راحه، وادي نفسك الانسولين الصح او المقاومه الصح عشان تقاومي الانسولين. حاربيه يا امي حاربيه. زي ما انا قلت لازم نحارب الانسولين، لازم نغير عاداتنا قبل نظامنا. لو غيرنا عاداتنا هنمشي كويس قوي على النظام وهيجيب نتيجه حلوه جدا. ونصيحه عايزه اقولها لكم، بلاش تاكلوا العيش الاسمر المصنع. العيش الاسمر المصنع اكبر غلطه، لانه مش طبيعي. العيش البلدي من الفرن هو افضل حاجه، ولازم نفطر ببروتين. وكمان في حاجه عايزه اقول عليها، بلاش العصير الطبيعي. العصير الطبيعي ده بدون الياف، سهل جدا دخول الدم وعلو السكر. وبلاش الكورن فليكس، الناس اللي بتحب الكورن فليكس بلاش منه، حتى لو مكتوب عليه دايت او لايت او فيت، كل ده اكبر غلط. اتمنى نعمل بكل اللي احنا قلناه. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وهتكلم فيها عن العصير اللي فيه الياف اللي تقدروا تشربوه، وعن الحاجات اللي ممكن نشربها فيها الياف كافيه وفيها حاجات تقدر تقاوم الانسولين. نشوفكم الحلقه.